السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حكايات كتير بنسمعها عن أشخاص اختفوا وما بقاش ليهم أي أثر بعد كده، وغالبا بتكون الحكايات دي عن اختفاء شخص أو اتنين أو حتى مجموعة صغيرة. لكن إن 3000 شخص يختفوا فجأة وما يبقاش ليهم أي أثر بعد كده، فالموضوع هنا بيتحول من إنه لغز عن حالة اختفاء لحالة من الرعب، عن إن إزاي عدد كبير بالشكل ده يختفي، وإيه ممكن يكون السر اللي موجود من ورا اختفائهم. مش هطول عليكم أكتر من كده. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. بتبدأ الأحداث سنة 1937 لما بدأت القوات اليابانية والقوات الصينية إنهم يتبادلوا إطلاق النار بالقرب من جسر اسمه ماركو بولو في بكين. والحرب دي اتطورت بعد كده للحرب اليابانية الصينية، واستمرت لحد سنة 1945. وبعد تقريبا شهر من الأحداث اللي حصلت على جسر ماركو بولو، بدأت القوات اليابانية إنها تدخل واحدة واحدة للأراضي الصينية، وقدرت تستولي على مدينة اسمها نانجنغ، واللي كانت عاصمة الصين في الوقت ده. وفي 9 ديسمبر سنة 1939، وأثناء العدوان الياباني على الصين، قائد عسكري صيني في الوقت ده اسمه لي فوسي، ليه بتكليف من الحكومة الصينية بيعين كتيبة جديدة لتعزيز الجنود الموجودين في منطقة نانجنغ، وعلشان يحاصروا اليابانيين ويمنعوهم من الخروج من المدينة. وفعلا بيروح جيش مكون من 3000 جندي، وبيحاصروا مدينة نانجنغ وبيعسكروا هناك. وتاني يوم وبعد أول ليلة يقضوها الجنود في الكتيبة، القائد ليه بيحاول إنه يتواصل مع الكتيبة علشان يطمن عليها، لكن المحاولات دي ما نجحتش، واضطر إنه يبعت أفراد من عنده لمكان الكتيبة علشان يطمنوه ويبلغوه بالوضع أول بأول. لكن اللي حصل أول ما الأفراد وصلوا لمكان الكتيبة كان عكس المتوقع تماما. الأفراد دول أول لما وصلوا لقوا كل حاجة موجودة ما عدا ال3000 جندي. ال3000 جندي اختفوا تماما بدون أي أثر بعد ساعات قليلة جدا من وجودهم في الكتيبة، مع العلم إن كل الأسلحة والمعدات بتاعتهم موجودين في أماكنهم، ومفيش أي علامات بتدل على حدوث معركة بينهم وبين اليابانيين، ده غير إن ما تم السماع أي أصوات لإطلاق النار. وعلى حسب شهادة جنود تانيين كانوا موجودين بجانب الجسر المؤدي للمدينة، كلهم أجمعوا إنهم ما سمعوش أي أصوات لمعركة ولا شافوا أي حركة غريبة حصلت. طب لو افترضنا إن في معركة حصلت بين الكتيبة واليابانيين، مع إن مفيش دليل واحد على الكلام ده، طب يبقى فين جثثهم؟ وهل معقول إن معركة يموت فيها 3000 جندي محدش يحس بيها؟ مش ممكن طبعا. لكن برضه لو ده ما حصلش، يبقى ال3000 جندي راحوا فين واختفوا ازاي؟ القائد ليه ما كانش مستوعب اللي حصل، ومش قادر يفهم ازاي ال3000 جندي يختفوا فجأة من غير أي أثر. وبقى الموضوع بخلاف إنه لغز ولازم يتحل، كمان بقى مرعب جدا، لأنه ممكن يحصل لأي كتيبة أو لأي تجمع للجنود. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا، وهي إننا لو افترضنا إن الجنود دول هربوا مثلا من أماكنهم، فكان لازم إنهم هيعدوا من على الجسر اللي كان بالفعل عليه قوات تانية، وكمان الجسر تحت الملاحظة باستمرار. وحتى السكان اللي كانوا عايشين قريب من الجسر ما سمعوش أي حركة غريبة، وما شافوش أي جندي بيعدي الجسر. مش بس كده، ده كمان الأرض الموجودة حوالين المدينة أو الجسر مفيش فيها أي مكان يقدروا إنهم يستخبوا فيه، ومفيش كمان لا أشجار كثيفة ولا حتى غابات. ده غير إن منطقة نانجنغ مفيش فيها أي غطاء نباتي، وإن اتوجد بيكون في أماكن متفرقة، يعني الجنود هيتشافوا. ومش عايزين ننسى إننا بنتكلم عن 3000 جندي، مش 100 ولا 200 ولا حتى 500، يعني عدد كبير صعب جدا إنه يستخبى. الطبيعي إن في حالات الاختفاء بتظهر نظريات بتفسر الأسباب اللي أدت للاختفاء ده، والنظريات دي في أوقات كتيرة بتكون معقدة لو الأمر متعلق بشخص أو اتنين أو حتى مجموعة صغيرة من الأشخاص. فما بالكم بإننا في الحالة دي بنتكلم عن 3000 شخص اختفوا ملهمش أثر. يعني الحالة غير إنها معقدة، فهي مرعبة في نفس الوقت. النظرية الأولى بتقول إن القوات اليابانية يكونوا استدرجوا ال3000 جندي لداخل المدينة، وبعد كده احتجزوهم كرهائن أو قتلوهم.
لكن النظرية دي بعد طرحها ما لقتش قبول، وده لأن فعلا لو القوات اليابانية احتجزوهم كرهائن فكان هيحصل بعدها أي تفاوض مع الصينيين مقابل ال3000 جندي، ولو كانوا قتلوهم فمستحيل إن حاجة زي دي تتم من غير سماع أي أصوات لإطلاق النار، وبعدين دول 3000 جندي، يعني الموضوع أشبه بحرب، وعلشان كده تم رفض النظرية. أما النظرية التانية فهي إن ال3000 جندي يكونوا قرروا إنهم ينسحبوا ويسيبوا المعسكر، لكن برضه لو افترضنا إن ده هو اللي حصل، فهل يعقل إن انسحاب 3000 جندي يتم من غير ما حد يحس بيه؟ ما أعتقدش. ده غير إن صعب جدا إن العدد ده كله يكون أجمع على رأي واحد بس وهو الانسحاب، وخصوصا إن الكتيبة كلها كانت جنود عاديين من غير قائد. وبرضه لو افترضنا إن ده هو اللي حصل، فأكيد القوات اللي موجودة عند الجسر كانت لاحظت أي حركة غريبة، وده ما حصلش، وعلشان كده تم رفض النظرية. أما النظرية التالتة فهي الاتجاه لوجود قوة خفية أو هبوط مركبة فضائية لمكان الكتيبة، وبعد كده سحبوا ال3000 جندي وطلعوا بيهم للفضاء. أنا عارف إن النظرية دي أو الفرضيات اللي بالشكل ده كتير مننا ما بيقتنعش بيها، لكن بسبب إن الحالة فعلا غريبة وملهاش تفسير، فبيتم طرح كل النظريات اللي ممكن تكون أدت لحالة اختفاء بالشكل ده وبالعدد ده. أما النظرية الرابعة والأخيرة وهي إن الحكومة الصينية هي اللي ألفت القصة من أولها لآخرها، وإن من الأساس مفيش 3000 جندي حصروا المدينة، وبالتالي حالة الاختفاء كلها ملهاش وجود أصلا. بس هو إيه مصلحة الحكومة الصينية في إنها تعمل كده؟ وخصوصا إن حاجة زي دي أكيد هتقلق باقي الجنود وهتخلق عندهم روح انهزامية. ولحد دلوقتي محدش قدر يعرف ال3000 جندي راحوا فين، ولا حد قدر يحل اللغز اللي موجود من ورا اختفائهم. وفي الحالات اللي زي دي بيهمني جدا إن أعرف رأي حضراتكم وإيه هو التفسير الأقرب لاختفائهم. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته. وبكده انتهت حلقتنا، مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.